اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده احنا هنجرب مع بعضينا حاجه مهمه جدا جدا جدا، بما ان بقى موسم رمضان داخل والناس الديزاينرز عايزين افكار جديده وحاجات جديده يبداوا يعملوها بالمدافع بقى وكلمه رمضان والحاجات دي كلها. فانا جايب لك تول يعتبر الاستخدام بتاعها هيبقى غريب شويه، انا عارف، بس يعني هتفتح لك مجال واسع قوي 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 للشغل بتاعك، بالذات ان الموديل بيشتغل على اي كارت من الكروت دي، لان هو بيشتغل على 6 في رام. ده الريكويرمنت بتاعه، لو فحسب الفي رام اللي عندك ساعتها ده بيحدد ان كان الموديل هيطلع بسرعه ولا لا. لكن انا هقول لك على الطريقه. طبعا الموضوع ده كله عندك لوكال على الجهاز، تقدر تخلصه على جهازك، فبالتالي مفيش حد هيجي بقى يمسكك ويقول لك ادفع كريدتس او اشتراك شهري او الكلام ده كله. لا، ده عندك على الجهاز تماما، تقدر تستخدمه انفينيت تايم. ولكن في ناس ما يبقاش عندها كروت خالص، فانا هقول لك على الطريقه بتاعه هاجينج فيس سبيس. ولازم انت بقى كلنا نبقى عارفين الحوار بتاع هاجينج سبيس دوت، لان هو بصراحه كويس جدا. انت ليك 5 دقايق تقدر تجرب كل اللي انت عايزه. بس علشان ما اطولش عليك بقى واتوهك في المواضيع دي كلها، يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، زي ما انتم شايفين جودة المودلز كويسة جدا جدا جدا. ومش هقول لك ان جودة المودلز بس كده عشان دعائيا، احنا هنجرب الموديل دوت وهنجربه على صور بتاعتنا احنا وحاجات ليها علاقة بالموسم، يعني حاجات هتبقى اسلامية رمضانية شوية، وهنشوف هيقدر يطلع لنا نتائج عاملة ازاي. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة يا سيدي، في طريقتين تقدر تستخدم بيهم الموضوع دوت. تقدر اول حاجه لو انت دخلت شفت على الويب سايت بتاعهم، هنا هم شارحين كل حاجه، بس في وسط الشرح ده كله عندهم لينك هنا اسمه ديمو. جوه الديمو تقدر تدخل على الصفحه هنا وتقدر تجرب البرودكت بتاعهم. ما فيش اي مشاكل، مش فري، لان هو موجود على هاجينج سبيس. هاجينج سبيس اللي ما يعرفوش، انت هنا بيبقى معاك كارت شاشه قوي، حاجه شبه بالظبط حاجه شبه بالظبط كده انك انت شغال على جوجل كولاب، ولكن كل واحد بيعرض البرودكت بتاعه هنا بطريقه شيك. عايز اقول لك في كميه ابلكيشن موجوده على هاجينج سبيس كتيره جدا جدا جدا. $9 يعني لو انت بتستخدم الادوات دي كلها. ممكن لو انت ما عندكش كارت شاشه، هو $9 في الشهر. وليك انك انت البلان الفري بتاعته انك انت تستخدم 5 دقائق كل يوم. كل يوم بتلاقي ال5 دقائق دول تعمل لهم ريفريش. فانت لو عايز تجرب الاداء قبل ما تحملها، تقدر تجربها هنا على هاجينج فيس قبل ما تبدا تخوض الموضوع وتشوف المودلز عامله ازاي. تمام. طيب دي كده الطريقه اللي موجوده على الويب سايت بتاعت ال5 دقائق. تعالى اوريك الطريقه الثانيه، ان احنا بننزل بنوكيو. دي اسهل طريقه. انا جربت الطريقه الاولانيه اشتغلت معايا، بس كان بعد تعقيدات، يعني تعقيدات في الاكواد ومشاكل وايرورز، واخش في جيتنج اب واسال طلع عيني. ولقيت ان الطريقه بتاعت بنوكيو كانت اسهل بكتير. كل اللي عليك انك انت تعمله تدخل على الويب سايت اللي هيبقى موجود في الديسكريبشن تحت، هتلاقي الموقع بتاع بنوكيو. بنوكيو ده بلاتفورم بيسهل عليك البروسيس بتاعت انك انت تنستول اي برنامج ليه علاقه بالاي اي، بالذات ان هم بيبقوا طالبين حاجات كتيره قوي في الباك جراوند تحملها، او ريكويرمنت سوري يعني كتير. فبنوكيو بيساعدك في الجزء دوت، انك انت مش محتاج انك انت تعمل الحاجات دي كلها، هو بيعمل الحاجات دي مكانك وبيكرييت انفايرمنت وبيبدا ان هو يشغل لك البرنامج من غير اي ايرور. ازاي ننزل البرنامج؟ سهله جدا وبسيطه. اول حاجه انت بتدوس على كلمه داونلود هنا، هيريدايركت ليك ازاي تحمله. عندك في الويندوز هنا بتدوس على، طبعا هو هنا ويندوز وماك، ودي برضو حاجه كويسه جدا. من عند التابه بتاعه ويندوز، انت كل اللي عليك بتدوس داونلود فور ويندوز، وهيقوم جاي منزل لك النسخه بتاعته على الويندوز. لو انا دوست هنا اهو، هو بيبدا يحملها، بس انا محمله مره، مش عايز ان انا احمله كذا مره. اول لما بتدوس عليه دبل كليك، هو سهل جدا، بيفتح معاك التابه اللي موجوده هنا، مش بيتعمل له سيت اب اكتر ما هو بيقوم جاي فاتح معاك واجهه البرنامج على طول دايركت. وهقول لك ازاي نبدا نسيرش على الادوات اللي احنا عايزينها ونبدا نستخدمه. وعلى فكره موجود عليه كون في اي، لو انت عندك مشاكل كون في اي بتاعه ما فيهوش اي مشاكل خالص، لان هو اللي بيسطبه وهو اللي بيعمل له انستول وكل حاجه. وعليه حاجات اكتر كتير زي فيس سواب ومودلز القديمه بتاعت ال 3 دي والمودلز بتاعت الفيديوهات، عليه كل حاجه. اول لما بتفتح الابلكيشن بعد ما انت عملت له سيت اب، هو ما بيبقاش موجود على الصفحه دي، هو بيبقى موجود على الصفحه بتاعه ديسكفر. من هنا بيبقى موجود فيه كل الابس اللي لسه نازله او اللي الناس منزلاها. في حاجات بتعمل لك افكتات، في حاجات بتعمل لك اغاني، حاجات بتعمل لك صور. هتلاقي كل الادوات اللي بتبقى موجوده او اللي انت بتشوفها على النت وبتبقى تلاقيها مغريه كده، بس انت مش عارف تحملها او طالبين ان هم يحملوها ادوات معقده. كل الحاجات اللي موجوده هنا اوبن سورس، موجوده فري، تقدر تستخدمها وتنزلها، ولكن لازم يبقى عندك بقى مساحه
وهقول لك على طريقه يعني انا بعملها بصراحه لما اكون بحمل حاجه بقوم انا جاي ناقل مكانها، بس عشان ما اطولش وندخل في حوارات كتير تعالى مع بعضينا نجرب. طبعا في كونفي يو اي اهو تقدر تحمله من هنا لو انت عندك مشاكل في تحميل كونفي. الكونفي اللي بينزل من هنا ما فيهوش اي مشاكل. ودوت في بقى واحد تاني كنت لسه بجربه يوي، بس لسه الفيديو بتاعه هياخد وقت شويه لان هو بطيء دلوقتي جدا جدا جدا. ده بيجنريت اغاني، لكن اللي احنا هننزله دلوقتي احنا عندنا الاثنين دول، واحد بيشتغل على 24 في رام، واحد بيشتغل على اي حاجه تاني غير 24 في رام يعني اشتغل لحد 6 في رام. كل اللي عليك انك انت بتدوس هنا وتدوس على كلمه داونلود بس كده. شفت اسهل من كده؟ بعد ما انت بتعمل البروسيس دي كلها هو بيبدا يحمل. هو بيقول لك داونلود، انا هحمل الحاجات دي كلها، تديني الصلاحيه ان انا احمل الكلام دوت؟ هتقول له اه، وتسيبه بقى ايه يحمل براحته. هيحمل البرامج اللي هو محتاجها وهيسطبها في الخلفيه وهيحمل المودلز وهيحمل كل حاجه وهيديك البرنامج في الاخر تقدر تشغل. بعد ما هو خلص داونلود انت بقى بعد كده في الهوم اول لما تيجي تفتح بتلاقي شكله بالمنظر دوت كده. بتدوس عليه ويقول لك عايز تفتح اني فيرجن من الفيرجنات. احنا هنجرب مع بعضينا الفيرجن بتاع اي كارت اقل من 12 جيجا وفي 6 جيجا و32 لو انت عندك 24 رام او بيحتاج رام قوي، فاحنا هنستخدم الفيرجن دوت. كل عليك انك انت بتدوس عليه وبس كده بتلاقيه فتح معاك على الابلكيشن. برضو زي ما الحاجات بتاعت الويندوز بيفتح التيرمينال وبيبدا ان هو يعمل انستول والحاجات دي كلها، بس ما يهمكش كل الموضوع ده كله. اهم حاجه عندك ان هو يشتغل معاك قبل ما تبدا بقى الحوار ده كله، علشان الحاجات دي بتبقى مش فخ، بس اعرف ان الحاجات دي مساحتها كبيره جدا. يعني لازم تبقى على اخر الشهر كده والباقه عندك لسه فيها شويه حاجات تقدر يعني بتاع ال 3 دي مودلز ده مساحته 53 جيجا. فخلي بالك من النقطه ديت، بدل ما انت تبدا تلاقي نفسك نزلت 20 جيجا وبقيت في النص، لا عارف انك انت تمسح ال 20 جيجا ما تستفدش فيهم ولا تكمل. فايتس تو ماتش. ولكن انا معاك اهو، يعني انا بقول لك ان مساحتها 53 جيجا علشان انت ما تتلسعش. لو انت ما عجبكش لو انت شفت الفيديو ما عجبكش الموديل يبقى انت كده استفدت من الفيديو ان انا مش هحمل الموديل ده فاهم قصدي؟ بس هو خلص كده وفتح لك الجريديو ده اليو اي بتاعه زي اللي انا وريته لك في اول الفيديو اللي موجود في الديمو. نبدا نعمل ايه او نبدا نشتغل عليه ازاي؟ اول حاجه انا بريكومند انك انت ما تشتغلش على اليو اي لان هو ما فيهوش كليك شمال. دي في حد ذاتها يعني حاجه مزعجه جدا جدا، ما اعرفش ليه. يعني هو في كل حاجه بس ما فيهوش كليك يمين، سوري مش كليك شمال. يعني ما ينفعش تسلكت تكست، ما ينفعش تعمل اي حاجه. فانا بريكومند اول لما بتفتح هنا التابه دي تقوم انت جاي دايس على البوب اوت، فيفتح لك نفس التابه دي بس على اي براوزر عندك كروم او اي حاجه، ويبقاش هو فاتحها مرتين ما تقلقش، يعني هو بيبقى فاتحها مره واحده بس. طيب نبدا نشتغل بقى على الحاجه دي ازاي. تعالى بقى نقفل كل الحاجات اللي احنا فاتحينها دي ونسيب. هوريك الاول مره هنا ازاي بنستخدمه، واوريك من على هنا يعني نضيع بقى ال5 دقايق بتوعنا النهارده وبالمره يبقى ايه اسرع معانا شويه، او يعني نخلي ده يحمل مره وده يحمل مره وهكذا وهكذا وهكذا. طب يلا بينا تعالى نشوف ازاي هنبدا نستخدم التول دي. اول لما تخلص معانا الميجاهات نروح على التاني اللي احنا هنستخدمه هنا. اوكي طب يا سيدي هو الموضوع ستريت فورورد جدا، سهل جدا ودايركت. هو كل اللي عليك انك انت بتقوم جاي واخد صور. هو هنا مديك شويه صور عنده هو تقدر تستخدمها كمثال، بس احنا مش هنعمل كده. احنا هنبدا ان احنا نحمل الصور بتاعتنا. هو بيريموف الباك جراوند لوحده، وبيريكومند انك انت دايما تخلي الصوره اصلا كان فيها حته او اليمنت ال 3 دي. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ هو هنا يقدر اولا يعمل لك صور، يعني تدي له صوره يطلع لك منها 3 دي موديل، او انك تدي له تكست ويطلع لك من التكست ده 3 دي موديل. فالاثنين كويسين جدا، ولكن هو بيريكومند انك تكتب كلمه 3 دي موديل اوف وات ايفر بقى انت عايز ايه الناحيه دي، بعد كده وايت باك جراوند. احنا اللي هيساعدنا في الحوار دوت هو ايمج اف اكس. طيب هنا في ايمج اف اكس ايه اللي مطلوب مننا نعمله؟ اول حاجه بس نقفل الفي بي ان. جميل، انت مش محتاج، انت الفي بي ان بس محتاج انك انت تفتحه اول مره وانت بتفتح ايمج اف اكس، بعد كده اقفله تاني. يعني مش محتاج انك تفضل مشغله، يعني لو هو مبطئ لك الدنيا وكده. اول حاجه هنستخدم سكوير اسبكت اللي هو 1:1 علشان الصور تطلع كويسه وهو يقصها تبقى طالعه كويسه. تاني حاجه هو عايزها، هو بيقول لك اكتب كلمه 3 دي موديل صح اوف ونكتب اللي احنا عايزينه، وبعد كده كوما ونكتب وايت باك جراوند. خلاص كده يبقى احنا كده خلصنا الجزئين الاولانيين. نيجي بقى في الجزء اللي احنا عايزين نكتب جواه البرومبت بتاعنا. ايه الحاجه اللي احنا عايزينها، وبالذات ان احنا داخلين رمضان؟ ممكن مثلا نكتب افطار كانون، ده اللي هو مدفع الافطار. معظم الناس بتعجبه رمضان كريم وكده، فممكن نستخدم حاجه زي كده. تعالى ندخل جوه ايمج اف اكس ونكتب 3 دي موديل اوف. تعالى بقى نشيل الاثنين دول، افطار كانون او رمضان
افتار كانون وايت باك جراوند. حلو كده. طيب وندوس كرييت ونشوف النتائج اللي هتطلع لنا ايه. طبعا انت ممكن اصلا، يعني انا عايز اقول لك من الحاجات الكويسه قوي في افكس ان ممكن بيستخدم الاسيتس دي بتطلع منه شكلها حلو قوي قوي قوي. تقدر بس انك انت تقوم جاي مفضيها ومستخدمها في الديزاين بتاعك دايركت على طول. ولكن في ناس بتبقى عايزه الحاجات دي انها تعمل فيديو او تعمل حاجات 3D كفيديوهات، فانت بتبقى محتاج انك انت يبقى معاك الاليمنت 3D زي ما انت شايف الصور اللي طالعه تحفه. نقدر نستخدم اي حاجه منها. فاحنا هنجرب مع بعضينا دلوقتي واحده فيها يعني من دي شكلها اكتر واحده 3D وشكلها كرتوني شويه كده. تعال ندوس داونلود لديت وندخل على البرنامج بتاعنا. جوه ايمج برومبت هنا انت كل اللي عليك انك تاخد الصوره وتحطها بس كده. يب ذاتس ات، مفيش اسهل من كده. الصوره بتاعتك بقت موجوده، هو بيعمل لها ريموف باك جراوند لوحده، والريموف باك جراوند بتاعه كويس جدا جدا جدا، ما تشيلش هم بخصوص الحوار ده كله. تعالى نفتح ادفانس اوبشن ونشوف ايه اللي ممكن نغيره. هو هنا حاطط 50 ستيب. ليه؟ لان هو بيقول لك انت كده كده بتستخدم كارت شاشه قوي لان ده على الديمو بتاعهم يعني، انما احنا بعد كده هنستخدم 30 فيعني تعالى نهفن هنا على قد ما نقدر، وتعالى كمان ايه نعلي الريزوليوشن على قد ما نقدر، بما ان كده كده ايه جهازهم هم مش جهاز انا فاهم قصدي؟ طيب فعندك هنا حاجتين تقدر تعملهم جنريت شيب، بس ان هو يجنريت الشيب من غير اي تكتشر، فبيبقاش فيه تكتشر تقدر ايه انت اللي تعملها انت لحالك، تلون انت بقى المدفع وتلون الحاجات دي كلها، او انك تدوس جنريت شيب اند تكتشر، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. برضو ده جهازهم يعملوا عليه اللي هم عايزينه. على جهاز انا بقى ممكن اقلل الاوبشنز دي كلها اصلا هننزل للصفر. جميل. فكل اللي عليك بس انك انت تدوس جنريت شيب اند تكتشر، والويب سايت هنا بيبدا يحسب عليك الوقت. يعني مثلا هنا بيقول لك في خلال 88 ثانيه يبقى هو خلص الحاجه دي، فيعني ممكن الصوره تاخد لها دقيقه ونص. فانت خلي بالك جدا جدا من النقطه ديت، لان هو الوقت اللي بيقوله هنا بيبقى بصراحه وقت فعلي. الكارت كويس ويقدر ان هو يتحدد عليه الحاجه بتخلص في قد ايه. فانا اسرع الوقت شويه وهو شغال الناحيه الثانيه. تعالى برضو ايه نكتب هنا 3D موديل. ده عندي بقى على الجهاز عندي 3D موديل اوف من غير ويرنج اي حاجه. وممكن نكتب a young Muslim boy holding lantern. طيب عندي بقى على الجهاز احنا هنشتغل 30 256 512 ونفس الحوار جنريت شيب اند تكتشر دي ما فيهاش اي مشاكل خالص. تعالى بقى نشوف هو خلص الحاجه بتاعته ولا لسه برضو عطلان. ايرور اصلا واو. طب طبعا ايرور هو مش فارقه معاه، وادي هو ضيع لي دقيقتين ونص من الديمو، فعشان كده انت ما تستخدمش الديمو بتاعهم يعني. انا مش عارف الايرور سببه ايه، ولكن احنا ممكن ننزل ده ل 256 وممكن يكون ده سبب الايرور. تعال ندوس جنريت شيب اند تكتشر مره كمان. طيب اهو يعني هنا هو في الديمو خلص شكل المدفع اهو زي ما انت شايف. ومش كده بقى بس، يعني هو هنا شكل المدفع ك 3 دي تحفه، وعارف ان هو الجزء اللي ورا ده اكيد فيه سلم او فيه حاجه، رغم ان هنا مفيش اي بيانات خالص بتدل على ان في حاجه موجوده هنا. بس بص بقى الجزء اللي تحفه انك انت تقدر تلاقي التكتشر بتاعته كمان موجوده. مش عارف اقول ايه فيعني حاجه كويسه جدا جدا جدا. بقى معاك الموديل بال 3 دي، هو بيحاول ان هو عارف ان الناحيه دي زي الناحيه دي، فهو بيخترع من عنده. انت فاهم قصدي؟ فده كموديل ينفع تستخدمه كحاجه سريعه كده وتحط عليها التكست وتخليه معظمها اسيتس تستخدمها في الباك جراوند هتطلع معاك شكلها جميل جدا. ده بالنسبه لي انا مش عارف بقى. ده بالنسبه للديمو هو طلع النتيجه كويسه. مش بطل. انت شايف يعني انت شايفها وحشه ولا حلوه؟ قول لي في الكومنت عجباك النتيجه ولا مش عجباك. ولو انت حطيت حاجه زي ما الناس بتعمل كده ابعت لي على الجيميل، يعني هتابع معاك على طول. طب يا سيدي هو خلص اهو، وزي ما انت شايف طلعت تحفه. ولد صغير لابس جلابيه، وعشان احنا كاتبين مسلم ومعاه فانوس، ماسك فانوس في ايده. لو احنا دوسنا على التكتشر واو، محتاجه شويه تظبيط بس تحفه. ده لو اتحط او لو اتعمل عروسه صغننه جدا كده ميداليات لرمضان، ولا حد ليه اكسس لمكنه 3 دي زي فاب لاب الموجود في 6 اكتوبر، يعني تقدر تديله اي موديل وهو يحوله لك لميداليات، يعمله لك اللي انت عايزه. يبقى جرب حاجه زي كده. ولكن زي ما انت شايف النتيجه اهي. النتيجه طلعت في 200 ثانيه. طلعت في كام يا ربي؟ بالظبط في 218 ثانيه.
فدي برضو كويس يعني 218 ثانيه، يعني قول بتاع 3 دقايق ويبقى معاك موديل بالتكتشر بتاعه، حتى ان يعني مديناش ليه صوره. فدي في حد ذاتها حاجه كويسه. تعال نجرب الجزء بتاع اللي هو بتاعت الجمجمه وندوس جنريت تكستشر. وبالمره هنا تعال نعمل داونلود لده اهو عشان نجربه في بلندر بعد كده لما نيجي نستخدمه. تعال هنا برضو نفس الحوار جنريت شيب اند تكستشر ونشوف النتيجه اللي هتطلع لنا عامله ازاي. واحنا شغالين في الجزء دوت نقدر هنا 3 دي موديل. انا ما جربتش بس تعال اجرب معاكم ونكتب كرييت. انا لغايه دلوقتي معظم برامج الاي اي ما تقدرش انها تطلع تكست عربي، ولكن كلمه رمضان كريم مشهوره اصلا في ان هي اكتر ما هي صوره اكتر ما هي تكست. يعني هو لما الاي اي بيجي يتمرن على حاجه بيبقى عايز يشوف الفيجوال بتاعت الصوره ديت. الصوره ديت شبه كلمه رمضان كريم، زي ما انت شايف. انت تحس انك باصص عليهم عارف تقرا كلمه رمضان كريم بس ولا واحده فيهم كلمه رمضان كريم. فيعني الله يبارك له يعني. ولكن بالانجليزي طبعا ما فيهوش اي مشاكل. يعني صوره زي ديت تحفه. كل اللي عليك بس انك انت تقوم جاي بالفوتوشوب مطلع منظف المكان ده وكاتب انت رمضان كريم مكانها، لكن الاسيتس اللي موجوده ديت واو. كويسين. الانجليش كويس جدا، لكن العربي لسه ما حدش عمل حاجه عربي واو يعني. فانت خلي برضو حط ده الحوار دوت في دماغك وانت شغال، ان العربي ما بيبقاش احسن حاجه. والله عندي افكار كتير جدا وعندي حاجات كتير جدا عايز اجربها بالذات في اللعبه اللي انا شغال عليها دلوقتي. هقدر استخدم فيها الحاجه ممكن مثلا الليزر كانون. تعال نجرب دي. انا عايز اجمع اسيتس للالعاب اللي عندي. هاخد دي واحطها وبعد كده احنا ننقل على بلندر اصلا ونبدا نستخدم نشوف الموديل دوت هيبقى شكله عامل ازاي في بلندر واحنا بنبدا نستخدمه. وانا مش هطول عليك في الفيديو اكتر من كده لان هو الفيديو ستريت فورورد جدا. انت محتاج حاجه ادي 1 2 واو 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 واو, واو. ايه دول ايه يا جدع ده يا جدع مش كده يا جدع. ده انا هعمل عليها لعبه لوحدها دي. يعمل لي بقى داونلود للكلام ده كده وانت هنا شغال اهو. خلصت بس مدينا ظهرها. يا رب يطلع شكله حلو عشان شكله مدور اصلا. ايه رايك؟ حاجه حلويات صح؟ دي يا دوبك انا من جوه عندنا في الفي ار، جاي لابس النضاره ومظبط التكتشر ديت ملونها يا عم انا تاني من عندي، ومصلح شويه توبولوجي موجوده هنا كده، وبقى معايا صوره استخدمها احطها يا عم على ترابيزه في اللعبه عندي اللي انا بعملها. طيب وهقول لك على حاجه كمان لازم انت تبقى عارفها. دلوقتي احنا هندخل جوه جنريت مش ده المش بس من غير تكتشر. فزي ما انت شايف هو مش كوادز، هو برضو كانه 3 دي سكان، ولكن في كذا برنامج ريمش بيقدر يعمل لك الحاجات ديت لكوادز سهله جدا يعني. فمش مشكله. لكن هو ككلين مش، فهو بصراحه لا كلين مش جدا 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 يعني. صح 3 دي واحد بتاع يعني واحد 3 دي موديلر بقى لما يجي يبص كده هتلاقي اصلا قولون العصبي تعبه. ماشي. تعالى بقى اوريك حاجه واوريك ان المشكله اللي بتاخد وقت في الموضوع ده كله هو الجزء بتاع التلوين التكتشر بس. لكن لو انا مثلا هنا في الصوره دي ودوست على جنريت شيب اونلي من غير الاوبشن التاني، بص حتى لو انا دوست هنا وخليت عليتها شويه ودوست جنريت شيب بس الموضوع هياخد وقت قليل. هوريك دلوقتي اهو زي ما انت شايف كلها على بعضها خدت 129 ثانيه بس. بص يا جدع يا جد يا جدع ما عندكش فكره حاجه زي دي عشان اصممها واحطها عندي في اللعبه واديها انيميشن. يعني مثلا احط رجل للليج هنا، فالرج دوت اللي هو انت بتقدر تعمل منه انيميشن لو حدش عارف وتقوم جاي حاططها هنا للرجول دي، والرجول تنفع تتحرك يمين وشمال كده. تعال نعمل داونلود ده كمان. انا بصراحه واحنا شغالين المفروض واحنا كمان شغالين في بلندر هو انا جاي عامل الحوار بتاع جنريت شيب اند تكتشر دي ويحصل اللي يحصل. صح يحصل اللي يحصل وندوس فايل وندوس امبورت. احنا الصيغه بتاعتنا جي ال بي. اوكي ندوس جي ال بي هنا وجوه الفولدر بتاع داونلود هنلاقي الاثنين تكتشر مش. تعال ناخد الاثنين. طبعا هتبقى في مشكله عندنا بتواجهنا ولا اي مشاكل خالص اهو. ادي الكانون وادي الفتى.
يعني انت مثلا حاجه زي ديت عايز مثلا تظبط لها، ممكن احنا ندخل هنا في الموديفاير بتاعه ده المش بتاعه. فاوبشن من الاوبشنات اللي موجوده هنا ان انا ممكن ادخل جوه جيومتري واقدر اعمل ريمش. فين ريمش؟ مش وين الريمش؟ هو الريمش طبعا مش هيبقى كده. اوه بص، اتحط في ماينكرافت ده يكسر الدنيا. بص اي بيعمل المودلز، كان ممكن ياخد وقت قد ايه عشان تعمل حاجه زي كده؟ يا جدع يا جدع. تحفه. تعال نشوف اصلا التاني خلص ولا لا. يا جدع. طب هو انا نسيت انا بعمل ايه اصلا. اوه بص. انتوا مش عارفين والله حاجه زي دي تطلع كده دي انتوا مش حاسين. anyway تعال نعمل له داونلود ونستخدمه جوه بلندر. بس يا عم بقى معانا صوره اهي، بقى ناخدها فوتوشوب وقوم جاي مظبط الرجول ديت ومظبط الحاجات دي كلها. خدت معانا وقت قد ايه؟ ما خدتش معانا وقت خالص. تحطها بقى في سبيس ستيشن، تحطها في اللي انت عايزه. فجرب وابعت لي النتائج اللي انت طلعتها على الجيميل يعني، وان شاء الله نرفعها في الفيديو اللي جاي ونبدا نتناقش. انا يعني بحب والله اتناقش. بس المشكله ان كل الناس اللي بتبعت لي، او معظم بصراحه الناس اللي بتبعت لي عشان مشاكل. انما في ناس جميله جدا 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 بتبعت لي ان هم تابعوا الكورس وخلصوا الشغل بتاع الكورس، فبجد تسلم ايديكم على الشغل الجميل جدا. وبس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان نقدر نشد شويه. اليوتيوب نام مني فجاه مره واحده كده مش عارف ليه، فعايزين نظبط الحوار ده تاني. بشكر كل الناس اللي بتدعمني على باتريون، بجد شكرا ليكم جدا جدا جدا. يعني انا بستمر في الحوار بتاع اليوتيوب دوت ومش عايز الهي نفسي في اي حاجه تاني علشان الدعم بتاعكم والله ده بس. فتسلم ايديكم مره كمان، واتمنى تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.